ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ وحشتوني جدا. يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة هلول شهر رجب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كل سنة وحضراتكم بخير. هنعمل حاجة سريعة كده النهاردة، عجبتني بصراحة الفكرة. هنعمل كرواسون. بس هنعمل الكرواسون من غير فرد ولا عجن ولا لد ولا اي حاجه. هنعمله بطريقه سهله جدا، وهنعمله من لفه جلاش. مقاديره سهله جدا وهو سريع وسهل جدا، وهيديكي نتيجه هايله 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 زي الكرواسون اللي بنعجنه وبنطبقه ونفرده بالمردانه، وبعد كده نرجع ندخله التلاجة وبعد كده نرجع نفرده تاني. لا، دي بطريقه سهله هتعملي كرواسون في 10 دقايق. تعالوا بقى نشوف. بصراحة يعني الجلاش بنخترع منه حاجات كتير جدا يعني. عندي بقى هنا بداية يعني نقول المقادير. عندي لفة جلاش عندي كوباية كريمة أو كوباية قشطة اللي متوفر عندك، يا إما كريمة خفق يا إما قشطة. دي كوباية قشطة عندي من بتاعة اللبن. عندي نص كوباية زيت. عندي اي نوع مياه غازيه، سبرايت او 7، بس اهم حاجه يكون حاجه ابيض، ما يكونش الوان ولا كولا. وعندي جبنه هحشي بيها الكرواسون. بس طريقته سهله جدا جدا، وهنشوف هنعمل ايه. هنفتح الجلاش ونبتدي نشوف هنعمل ايه. تابعوني. هنبتدي هنحط الزيت. يعني طبعا يعني في ناس هتسأل ليه زيت ليه مش سمن. الزيت علشان يديني قرمشه للكرواسون، يبقى مقرمش. وهنحط كوبايه القشطه بالشكل ده. وهنحط نص كوبايه من السيفن او سبرايت. دور المياه الغازيه هنا ايه؟ ان هي ماده رافعه هتورق معايا الكرواسون وهتديله توريقه حلوه بالشكل ده. نحط نص كوبايه اهو، وهنقلب بقى مع بعض كله كده كويس. دي الخلطه اللي انا هدهن بيها الورق بتاع الجلاش ما بين كل طبقه وطبقه اهو. انا قلبت كده كويس. هنفرد بقى الجلاش وندهن طبقه طبقه ونشوف هنعمل ايه. تابعوني. هنبتدي ناخد ورقه جلاش بالشكل ده اهي، وهنفردها كده وهدهنها من الخليط اللي انا عملته بالشكل ده اهو. اهو بالشكل ده. وهحط عليها ورقة تانية اهو كده. اظبطها بس عشان تبقى فوق بعض. انا هحاول ادورها اهو كده. المهم ان احنا واحنا بنحط الخليط كده، بندهن ورق الجلاش بالخليط كده، يعني ايه، حطي كميه وفيره علشان
الجلاش يتشربها ويبقى يطلع معانا مورق وحلو زي ما انتوا شايفين كده اهو. اهو كده وهكذا لحد ما هخلص اللفة بتاعة الجلاش، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. اهو بالشكل ده. بالشكل ده اخلص الكميه وارجع لكم. انا خلصت اللفه بتاعت الجلاش. اخر ورقه هخليها من غير دهن بالشكل ده اهي. زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب السكينه بالشكل ده وهنقسمها زي ما احنا عايزين بقى. عايزين تعملوا كرواسون صغير قسميها على قد ما انت عايزه. انا هقسم المستطيل بتاع الجلاش ده ل3 قطع متساويين، يعني كده وكده. خلاص هنبتدي نقسم كده اهو. اصبح عندي 3 قطع من الجلاش. هعمل بقى ايه؟ هبتدي من هنا كده اقطع مثلث كده اهو. بعد كده مثلث تاني بالعكس. بعد كده مثلث تالت بالعكس، وبعدين اخر مثلث اهو. وهنقطع ال3 قطع التانيين زي ما قطعنا الاولانيه برضو نفس الحكايه. مثلث وبعدين عكسه مثلث تاني، وبعدين عكسه مثلث، وبعدين دي هتتقسم 2 بالشكل ده اهو. انا هجيب القالب او الصينيه اللي هعمل فيها. لو الصينيه مش تيفال حطي فيها ورقه زبده او ادهنيها زيت. هنعمل ايه بقى؟ انا هحشيها جبنه، ممكن تعمليه ساده زي ما انت عايزه. هجيب كده المثلث من القاعده بتاعه المثلث كده بالشكل ده، هحط جبنه. ممكن احط للجبنه دي نعناع، وممكن اعملها ساده اي جبنه بقى انت حباها. جبنه كيري، جبنه مثلثات، اي جبنه. وايه هحاول اقفل بس كده جزء كده واهو. الف الكرواسون بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهي، وهرص في الصينيه. برضو هناخد واحده تانية اهي بالشكل ده. طبعا احنا هنبقى حريصين لان هي طريه جدا، بس النتيجه روعه وجربوها وهتبعتوا لي يعني جواب شكر. بجد حاجه فظيعه حلوه جدا، ومش بتفرقيها عن الكراسون اللي بنعجن فيه اللي بالدقيق وبنعمله من اوله لاخره. دي حاجه سهله وسريعه بالشكل ده. هنبتدي برضو بحرص كده اهو، بس احاول اقفل طرف والف زي ما انتم شايفين اهي. اهي شايفين. وهرص في الصينيه. ناخد واحد تالت اهو. هنحط الجبنه هضم بس الطرف ده كده عشان الجبنه ما تخرجش مني
اهو بالراحه جدا لان هي طريه جدا اهي، وهرص في الصينيه وهكذا لحد ما اخلص. احنا خلصنا لف الكرواسون زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى كوبايه فيها ربع كوبايه زيت وربع كوبايه ميه، وهقلبهم كده مع بعض، وهبتدي ادهن الكرواسون كده علشان يبقى يديني توريق، يعني يبقى اطرى واطرى في الفرن، وكمان الوش بتاعه مع الزيت هيدي لون حلو جدا زي ما انتم شايفين كده اهو. وهدخله الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، بياخد حوالي نص ساعة في الفرن، وهنشوفه بقى بعد ما نخرجه من الفرن هيبقى شكله عامل ازاي اهو. زي ما انتم شايفين كده احلى كرواسون تقدري تاكليه، واسرع كرواسون يتعمل في ثواني في دقايق من غير عجن ولا فرد ولا اي حاجه. عايزين بقى نشوف كده مع بعض. انا عايزه بس اوريكم التوريقه. شايفين؟ هنفتح كده واحده اهو، طبعا الجبنه جوه اهي. شايفين التوريقه ورق ازاي؟ كأنه كرواسون معمول على ايدك، مش بعجينة الجلاش. اتمنى ان الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم وتنفذوها، وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ هنا. وقبل ما امشي ما تنسوش تشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.